السلام عليكم. النهاردة اتأيد حكم الحبس للمدعية مروة بنت مبارك 2 سنين في سب وقذف والتشهير بوفاء عامر. دي الدرجة التانية اللي هي الاستئناف، هي لسه ليها نقض طبعا. آه، أنا بوجه الفيديو ده لوفاء عامر. بصي يا وفاء، انا عرفتك عن قرب مع ناس، انا عارفه ان انتي قلبك طيب بصرف النظر عن اي حاجه بتتقال عليكي، بس انتي قلبك طيب. وبتقولي ياما ساعدتي ناس. اعتبري مروه من ضمن الناس اللي انتي ساعدتيها او كنت عايزه تساعديها. انا عارفه ان هي غلطت فيكي وشهرت بيكي كتير. على فكره هي شهرت بي، مش شهرت بي، شتمتني بامي انا قبل كده من غير ما اعمل لها حاجه، وانا سامحتها. انا ليه بقولك سامحي؟ علشان يا وفاء الحبس وحش، ودي برضو عندها عيال زي ربنا يخليهولك عمر. واتفر بقى، عيالها معاها مش معاها، وارد في يوم من الايام وهي برا عيالها يرجعوا لها في اي وقت يعني. وهي كده كده اتأدبت، يعني قعدت كام شهر اهو، معرفش 4 5 شهور او اقل او اكتر، مش عارفة. فرجائي منك ان انتي لو شفتي الفيديو ده اتنزلها عن الشق اللي يخصك، اللي هو بتهيألي الشق المدني، وكده كده الدولة هتعاقبها بالشق الجنائي اللي يخص الدولة، اللي هو سوء استخدام مواقع التواصل وهدم قيم المجتمع بالألفاظ اللي كانت بتقولها والحاجات دي. انا عارفة ان هي غلطت، وان هي مفروض تتأدب وتتربى علشان ما تجيبش سيرة حد تاني ولا تشهر بحد ولا تشتم حد، انا عارفة. بس خلاص يعني نقومها يعني نحاول نصلح منها علشان ما تغلطش تاني. فيا وفاء لو قدرتي يبقى كتر الف خيرك يعني، العفو عند المقدرة يعني. وهي بقى لو خرجت وغلطت تاني بقى يبقى تستاهل اجرالها. انا بوجه لك الكلام ده علشان يوم الحبس بسنة يا وفاء، و... وانا مجربة وعارفة. وربنا، احنا مفروض ندعي لها ربنا يشفيها، لان انا حاسة ان هي مش طبيعية. مروة دي انا حاسة ان هي مش طبيعية، فبدل ما نحبسها ندعي ربنا يهديها لنفسها ولعيالها وللناس واصحابها وقرايبها. فيا وفاء، ده الفيديو ده ليكي مش لحد. لو قدرتي يبقى كتر ألف خيرك، واعتبرها عيلة وغلطت يعني، ولو ان هي مش عيلة، بس عشان خاطر عيالها تعرف تشوفهم ويشوفوها. انا شفت ازاي الامهات كانت قلبها بيتقطع وعيالها بيجوا يزوروها يعني. تمام. بس شكرا.